السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. اليوم بغيت نتشارك معكم طنجية مراكشية. هنايا عندنا واحد المقدار ديال اللحم، زدنا عليه ضروسة ديال الثومة مع السمن حار. انا حيت عندي حار درتي واحد شويه، زدت عليه شويه الكمون البلدي مطحون، تقريبا واحد معلقه كبيره مع مرش. هنايا غنزيد واحد المصيره قطعتها على جوج، الا فيها العظام حيدهم لها. هنايا زدت واحد شويه من الماء ديال الحامض اللي كنرقد فيه الحامض. الا عندكم داك الحامض معسل كيكون احسن. واحد شويه تقريبا معلقه كبيره. هنايا غنزيد شويه ديال الزعفران الحر انا حكيته. دابا غنزيد كاس صغير ديال زيت العود، وهنايا غادي نزيد نص كاس ديال زيت المائده. هنايا الكيسان ما باينينش، التصوير ما جاش واضح. هاد الكيسان باش عبرت صغار. دابا نزيد واحد شويه ديال الملحه، ديروا حساب ان الحامض مالح والسمن مالح، ديروا غير القياس. زدت واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. هو القوام كيدار في الطنجيه ديريكت، ولكن انا حيت عندي اللحم جامد فضلت انني ندهنو بهذا القوام ديال الطنجيه باش كل حاجه يوصل حقها. هنايا لتحت كنديروا هاد واحد الضلعه، والطرف اللي مشحم كنديرهم لتحت باش ما تحرقليش الطنجيه ديالي، حتى الا قدر الله تحرقات من التحت واحد شويه كيكاليو عليها العظام وديك الشحمه. دابا نبقى مستمره كندهن هاد طريفه د اللحم بهذا القوام باش قومنا الطنجيه ديالنا، ونكملوا التعمار ديال الطنجيه ونرجع معكم. كنزيدوا هاد الضروسه ديال الثومه من الفوق مع ورق سيدنا موسى، وهذيك الزويته كنزيدوها حتى هي من فوق هذاك اللحم باش كل حاجه من داك اللحم كتوصل حقها. ملي كنزيدوا هذا الخليط هذا من الفوق كنزيدوا عليه واحد الكاس صغير ديال الماء فين غيطيب، لان اللحم مع جامد غيطلق لينا شويه د الماء. هنا زدت شويه ديال الكمون حبوب من الفوق، وزدت واحد 5 ضروس ديال الثوم من الفوق. ودابا غادي ندوزو نغطيوها بالورق ديالنا، ومن الاحسن الا كان شي سلك اللي غيشدو. انا ما لقيتش السلك، حزمت غير بواحد الخيط ولويته باش يتغطى باش ما يتحرقش. ايوا دابا الفرناتشي ان شاء الله. الله الله، عيب شويه عليك، عيب شويه عليك، عيب شويه مالك. اللهم بارك يجيب. بارك الله. اللهم بارك الله. ما باش تصوت شوف هاد المفاجاه انت. دابا خصنا دابا حنا دابا ندوقو دابا. شو هادي شو بقى تدوق دابا.